والله العظيم بعمل الاكله دي بقالي 3 ايام، ده حتى باين ان حلقت كمان. عندي كيلو لحمه من وش الفخده متقطعه شاورما. في بوله نحط فيها لبن رايب وميه بصل وعصير ليمون ومعلقه من الزيت ورشه من خل التفاح والبهارات ملح وفلفل وبابريكا وجنزبيل باودر وحبهان مطحون وقرفه وجوز الطيب، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه، ونحط اللحمه على التتبيله دي ونبدا نجيب من فوق لتحت لحد ما كله يكون واحد. والله حدوته مدلعكم. ونسيب اللحمه في التتبيله حوالي ساعتين 3. انا عملت كميه زياده وشلت الباقي في الفريزر، وطاسه على النار فيها شويه زيت ونبدا نحط اللحمه، واهم حاجه النار تكون عاليه عشان اهم من الشغل ظبط الشغل لحد ما اللحمه تستوي معاك. بصل وطماطم وبقدونس وشويه سماق ونبدا نفركهم، ونفرد العيش السوري ونحط عليه البصل والسماق وشويه من المخلل اللي احنا بنحبه، واخر حاجه نحط اللحمه بتاعتنا اللي دايبه دوب ونقفل ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. والله انا كنت عايز اعمل طحينه بس الحلقه دي بجد خدت معايا 3 ايام. هتسالوني ليه؟ اقول لكم ما اعرفش، مره العيش وحش مره النور قاطع. بص الحلقه ما كانتش عايزه تخلص، بس الصراحه بعد ما دقتها تستاهل التجربه. وهنجيب طاسه على النار فيها شويه زيت ونبدا نسوي العيش من كل الجوانب. احنا كده عملنا شاورما سوري لحمه حدوته سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. في الاخر طعمه طلع يستاهل التجربه. اكلك منين يا بطه؟ بسم الله. واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.